السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وجبة سهلة واقتصادية بدون لحوم أو حتى فراخ. هنعمل مع بعض النهاردة طاجن المسقعة بالخل والثوم. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وسريعة. يلا مع بعض نبدأ في الفيديو. بس ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. أنا معايا النهاردة 2 حبة من البتنجان. البتنجان بتاعنا نختاره كده يكون لونه لامع، لون العنق بتاعه يكون لونه أخضر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا ده، ويكون فيه العلامة دي من تحت، ويكون طبعا البتنجان معانا خفيف كده مش تقيل. في الوقت ده كده هبدأ ان انا اقطع كده المنطقة بتاعة العنق، وهبدأ ان انا اشيل نص القشرة. تقدري ان انت تسيبي القشرة كاملة وتستخدميه كده بالقشرة بتاعته كاملة، او تقشريه كله زي ما تحبي. البتنجان بيكون فيه فايدة كبيرة جدا في القشر بتاعه، فنستفيد برضه من الفايدة دي، ونشيل بس نص القشرة ونسيب النص التاني. في الوقت ده كده وبعد ما قشرت كده الحبتين البتنجان اللي معايا، هبدأ كده ان انا اقطعهم معايا كده لشرايح بالشكل ده، ويكون معايا بالسمك ده، يعني ما يكونش ارفع من كده. وفي الوقت ده هبدأ ان انا اقطعه كده لقطع على قد اللقمة، يعني الحجم اللي حضراتكم شايفينه معايا ده، يعني علشان طبعًا البتنجان بيخس بعد التسوية. وده شكل كده البتنجان بتاعي بعد ما قطعته، كان معايا بالشكل ده. معايا معلقة كبيرة من الملح الأبيض، بدأت كده إن أنا أوزعها على قطع البتنجان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. وبإيديا كده هبدأ إن أنا أمسك البولة وأبدأ إن أنا أوزع الملح على كل قطعة من قطع البتنجان بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها معايا. وفي الوقت ده كده هاسيب كده البتنجان حوالي ربع ساعة. وطبعًا فايدة الخطوة دي إن البتنجان بتاعي بياخد سِنّة قرمشة خفيفة كده على الطبقة الخارجية للبتنجان، والبتنجان طبعًا بتاعي ما بيشربش زيت أثناء القلي. وفي الوقت ده شكله كده بعد ربع ساعة هاخده كده معايا على الحوض واغسله كده غسلة تكون يعني نضيفة، يعني أغسله مرتين 3 كده، وبعد كده هيبقى جاهز معايا. معايا 3 حبات من الفلفل الأخضر قطعتهم مكعبات صغيرة معايا بالشكل ده. ومعايا طبعًا نزلت بيهم كده في الزيت، يكون زيت سخن علشان طبعًا أقليهم. ولو هنستخدم بطاطس يبقى نقطعها مكعبات صغيرة ونقليها كده قبل الفلفل، لو هنستخدم في المسقعة بتاعتنا بطاطس. في الوقت ده كده إحنا مش بنحمّر الفلفل تحميرة كاملة، لإنه لو اتحمّر تحميرة كاملة بيمرّر طعم المسقعة، فبنحمّره كده نُص تحميرة. بدأت كده إن أنا أصفّيه كويس جدًا من أي زيوت موجودة فيه، وأحطه كده معايا في طبق معايا على جنب. وفي الوقت ده كده هانزل بالبتنجان. نزلت كده بحباية البتنجان معايا، وبدأت كده إن أنا أسيبه كده معايا يتحمّر. ما بياخدش معايا أي وقت خالص، بيكون معايا اتحمّر وبقى معايا بالشكل ده. وأول كده ما بيتحمّر من على الجهة الأولى بابدأ إن أنا أقلبه على الجهة التانية للبتنجان. وفي الوقت ده كده وأول ما بياخد اللون بابدأ إن أنا أشيله وباصفّيه كويس جدًا من الزيت. وده كده بيبقى شكله كده معايا بعد ما اتقلى. باخلّص الكمية كلّها بنفس الطريقة، يعني بنعملها كده مش بتاخد معانا أي وقت خالص. وفي الوقت ده كده تعالوا يالّا مع بعض نعمل صلصة المسقعة. في طاسة معايا هابدأ إن أنا أنزل كده بشوية كده من الزيت بتاع قلي البتنجان والفلفل، وهابدأ إن أنا أنزل عليهم كده بمعلقة صغيرة من التوم المهروس. هانزل كده يعني معلقة صغيرة، يعني حوالي 4 فصوص توم وسط. أنا كده هرستهم في الهراسة. في الوقت ده كده بدأت كده إن أنا أحمّر التوم بتاعي، وأول كده ما أخد اللون الأصفر بدأت كده إن أنا أنزل عليه بمعلقة كبيرة من الخل الأبيض. وطبعًا ممكن نعمل بصل في الأول، نقلّي بصل، ونيجي كده في نُص التحمير البصل نبدأ إن إحنا ننزل بالثوم. أنا ساعات باعملها كده وساعات كمان باعملها كده، وفي الحالتين بتبقوا أحسن من بعض. وفي الوقت ده نزلت بعصير الطماطم، ونزلت كمان بمعلقة من معجون الطماطم. قلبتهم كده مع بعض كويس جدا زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. تعالوا مع بعض ننزل بالبهارات. نزلت كده برشة كده من الكزبرة الناشفة، وعلى طرف المعلقة الصغيرة من الفلفل الأسود، ونزلت كمان برشة من الكمون،
ورشة من السكر علشان طبعًا يعادل حموضة الطماطم، ويضبط كمان معانا الطعم، وشوية كمان من الملح. وفي الوقت ده كده نزلت بالفلفل بتاعي علشان طبعًا هو نُص قلية يكمّل تسوية، وفي الوقت ده كده هاسيبها تتسبِّك، يعني تعمل كده طبقة من الدهون فوق الطماطم. وفي الوقت ده كده وبعد ما اتسبِّكت بدأت إن أنا أنزل بالبتنجان. طبعًا أول ما بننزل بالبتنجان مش بنقلِّب كتير، أنا كده مجرّد كده أمّا بادمجه كده مع الفلفل، وأسيبه كده معايا يغلي. وأول كده ما يغلي معايا هابدأ إن أنا أنزل بيه في الطاجن. أنا هاعمله النهارده في طاجن بايركس، ممكن تعمليه في طاجن فخار أو حتى في صينية، أي صينية عادية. نبدأ كده إن إحنا نحط المسقعة أو نفرد كده البتنجان والفلفل كده في الطاجن بتاعنا، وندخّله فرن سابق التسخين على درجة حرارة وسط. أول كده أمّا بيغلي معايا بيقعد كده بعد الغليان حوالي 3 دقايق، بنبدأ إن إحنا نطلّعه على طول، وده شكله كده معايا. بنبدأ إن إحنا نقدّمه، وبنقدّمه كده جنب عيش بلدي كمان شوية كمان من المخلل. أتمنى لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبي لي رأيِك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.